هل لك أن تخبر المشاهدين ما هي الأحلام التي تراود الفنان التشكيلي خالد نصار؟ أحلام خالد نصار، جميل هذا الاسم. آه، أحلامي ليس لها حدود. يمكن على سلم أحلامي أن أرى المسجد الأقصى محرر من الأسر. يمكن هذا حلمي الذي يعني يراودني ليل نهار، أن أرى بلدي حرة كباقي بلدان العالم. العالم، كل العالم له أوطان يسكنوها، وأنا وطني يسكنني. فحلمي أن أسكن وطني كما يسكنني، كما العالم الذي يسكن أوطانه. هذا على الصعيد حلمي الرئيسي. أما أحلامي فهي عديدة. أن أضع بصمة في عالم الفن، ترفع علم فلسطين عاليا في كل المحافل. ربما نحن نشاهد ونحن في هذه الأيام كيف أن غزة مليئة بالخامات وبالكوادر الفنية وبالمواهب، وأكبر دليل على ذلك خروج الفنان الشاب محمد عساف من رحم المعاناة، وكيف عانى للوصول للمشاركة في مسابقة دولية للعرب ايدل، وكيف أثبت للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية ولادة بالمواهب. والشعب الفلسطيني ليس كما ينشر عنه، كما يروج عنه في وسائل الإعلام وأمام أمام العالم، بأنه شعب إرهابي وشعب شعب همجي وشعب مصاص دماء. بالعكس، الشعب الفلسطيني هو الآن أمام العالم يشاهده. هذه يعني النخب التي تخرج ويراها العالم في شتى المجالات العلمية والفنية، هي أكبر دليل على أن الشعب الفلسطيني هو شعب يستحق الحياة.